من الوصفات اللي كيعجبوني هما لي كريب معمرين، واليوم جيت نشارك معكم الطريقه ديال هاد لي كريب بواحد الحشوه لذيذه وسهله. هنا غادي تاخذوا الخلاط الكهربائي، غادي توضعوا فيه 50 غرام ديال الزبده دايبه، غادي تضيفوا لها 600 مليلتر ديال الحليب، ربعه ديال الدقيق 250 غرام، 4 ديال البيضات، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال الابزار، حيت لي كريب عندنا مالحين ضروري نديرو هادشي. وانا ضفت هنايا شويه ديال الفرماج محكوك، فرماج احمر اللي حكيتو. غادي نخلطو كلشي في الخلاط الكهربائي حتى نحصلوا على هذا القوام. راكم كتعرفوا القوام ديال لي كريب كيجينا جاري على هذا الشكل، وغادي نخليه يرتاح للوقت اللي غادي نوجد الحشوه. هنا خديت واحد المقله اللي وضعت فيها بصله مشلضه، شويه ديال زيت الزيتون. غادي نتسنى ديك البصله تنزل ليا، من بعد غادي نضيف لها صدر الدجاج اللي مقطع مربعات صغار، والكميه حسب الرغبه اللي على حسب عدد افراد الاسره. انا هنا يكون عندي تما واحد قياس 500 غرام ديال صدر الدجاج. هنايا غادي نضيف التوابل، الملحه، الابزار، السكينجبير، واحد راس معلقه ديال الكوري، فهو اللي كيعطينا واحد المذاق زوين لهاد الحشوه، وكيجيو لذاذين ومبدلين في المذاق. اللي ما عزيزش عليه الكوري ما يديروش. وهنايا غادي نضيف 4 ديال الشرائح ديال الفرماج شيدار، وهنا درت قياس واحد نص كاس ديال لاكريم. وغادي نخلي الحشوه ديالي فوق النار حتى تعقد ليا على هذا الشكل. صافي غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. انا غادي ندوز نطيب لي كريب ديالي. كلشي راه كيعرف يطيب لي كريب، ما نديروهمش غلاضين، كنديروهم في مقله اللي ما كتلصقش، ومن كيبداو يطلعوا لنا ديك الجنيبات كنقلبوهم. صافي غنستمر هكا حتى نكمل الكميه ديال لي كريب كلها. هنايا من بعد ما طابو غادي نوضع الحشوه في الوسط، وغادي نسد عليهم بهذا الشكل. وهنا وضعتهم في اللاطه ديال الفران، درت لهم فرماج موتزاريلا من الفوق. غادي ندخلهم يطيبوا غير يتحمر ليا الفرماج، ونزوقهم بشويه د المعدنوس من الفوق، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم.